مرفوضة يا معلم. متى ترفض الخرسانة في الموقع؟ لو انت مهندس واقف على صبة وجات لك عربيات خرسانة، انت نقدر نرفض عربية خرسانة. عندنا اكتر من سبب لرفض عربيات الخرسانة في الموقع. اولهم وعلى رأسهم اول حاجة بنعملها ان احنا لما بنشيك على البرنت اوت بتاع الخرسانة، السبب الاولاني هيبقى عدم مطابقة مكونات الخلطة الموردة مع الخلطة التصميمية المعتمدة. بنشيك على البرنت اوت اللي فيه الكميات اسمنت وسن ورمل ومية واضافات مع الخلطة التصميمية، هل هي نفس الكميات ولا لا. السبب التاني ان الاسلام تيست ما ينجحش معانا. بس ايه هي شروط نجاح او فشل الاسلام تيست؟ هو الرقم او الاسلام تيست الاعتباري او الاستاندر اللي موجود في الخلطه التصميميه. هنفترض ان هو في الخلطه التصميميه 18 بلس اور ماينس 2 او 16 بلس اور ماينس 2، يعني احنا كده معانا الاسلام من 20 او من 16 ل 20، لان هو مثلا 18 بلس اور ماينس 2. السبب الثالث هو درجة حرارة الخرسانة، لأن مثلا حسب الكود المصري فإن أقصى درجة حرارة للخرسانة هي 35، وبالنسبة للكود الأمريكي فإن أقصى درجة حرارة هي 32. والسبب الرابع والأخير هو مرور وقت على عربية الخرسانة من خروجها من المحطة لحد ما وصلت الموقع، أو إن هي وقفت أو انتظرت في الموقع وقت طويل. إنما إيه هو الحاكم لكلمة وقت طويل أو إن عربية الخرسانة اتأخرت عبال ما صبناها؟ هنا الكود المصري بينص على إن من زمن تحميل الخرسانة لحد ما نبدأ في صبها في الموقع المفروض ما يمرش 90 دقيقة، ولكن ده بالنسبة للخلطات الكنترولد أو الخلطة اللي هي من غير مواد إضافات. إنما في حالة وجود إضافات على الخرسانة فإحنا هنا بنرجع لمادة الإضافة. هل مادة الإضافة دي تأثيرها بيبقى عامل إزاي وبتأخر زمن الشك الابتدائي قد إيه؟ ومن خلال معرفة زمن الشك الابتدائي بعد إضافة المادة على الخرسانة منها بنعرف نقدر نصبر قد إيه. وده طبعا بيجي عن طريق جواب جاي من الشركة المصنعة واختبارات بتتم على الخرسانة بنتأكد إن هي بتحافظ على السلام تيست بتاعها، نتيجة إن زمن الشك الابتدائي اتأخر للوقت الفلاني، فبناء عليه بنقدر نحافظ على السلام لحد ما نقدر نصب العربية خلال زمن قد إيه. وزي ما أنت شايف كده المادة اللي قدامنا دي بتستمر معانا الخرسانة من زمن تحميلها لحد ما نبدأ صب فيها في الموقع بتقدر تستحمل لحد 3 ساعات ونص. وده طبعا لازم برضو نعمل سلام تيست نتأكد ان المادة شغالة وان المادة محافظة على السلام تيست وان الخرسانة ما شكتش جوه العربية. وفي الاول وفي الاخر برضو مواصفة المشروع اكيد هتديك رقم ثابت، يا اما هترجعك للكود. لو رجعتك للكود فالكلام اللي احنا قلناه ده هو اللي هيحصل، ولو هي اديتك زمن ثابت فمواصفة المشروع هي الأصدق وهي اللي هناخد بكلامها. وطبعا ما ننساش ممنوع إضافة أي مية على الخرسانة في الموقع، وحتى المواد اللي احنا ممكن نضيفها كإضافات زيادة في الموقع عشان نرفع الوركابيليتي لازم تبقى ضمن الجرعة المحسوبة في الخلطة التصميمية. وبس كده. أنا محمد الدرملي ودي الزتونة من شغل جودة. ليه نرفض عربية خرسانة؟